السلام عليكم اخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ طمنوني عليكم. اهلا بكم في قناتي بنت العمدة ام يوسف. يا رب تكونوا كلكم بخير وبصحة وعافية يا رب. النهاردة اقدم لكم فيديو عن بيتزا. هنعمل بيتزا الطيبات بدقيق الحبة الكاملة، وده اول فيديو ليا اتكلم عن نظام الطيبات او اعمل حاجة تخص نظام الطيبات. جبنا كيلو دقيق الحبة الكاملة، يعني عادي من عند العلاف تجيبيه كيلو وقولي له عايزة كيلو دقيق الحبة الكاملة. هو هتلاقيه زي الدقيق العادي بتاعنا بس بالردة بتاعته. ماشي. جبنا كيلو اهو زي ما انتوا شايفين لونه غامق، هتحس ان الردة بتاعته او النخالة لسه موجودة فيه، ما اتشالتش. ماشي. جبت كيس خميرة فورية. جبنا اهو دوبته في شوية مية ومعلقة سكر، ورحت رش عليهم شوية دقيق كده وغطيتهم شوية قد 5 دقايق، عشان كده تختبر الخميرة تعرفي ان هي فعالة ولا ان هي بايظة. لو ارتفعت وعملت بقليل كده وخمرت، خلاص تمام كملي. لو لقيتيها زي ما انت حطيتيها في المية وما ارتفعتش عن المستوى اللي كانت فيه، يبقى جيبي كيس خميرة غيره عشان ما تبوظلكيش العجين. ماشي. جبنا حطيت كوبايتين دقيق او 3، وحطيت شوية مية وملح، معلقة ملح ومعلقة سكر ومعلقة خميرة فورية وشوية زيت، وقعدت أعجن. بس للأمانة العجين بقى مش ماسك نفسه خالص، بقى العجين يعني زي ما احنا بنقول مفيهوش مقطع، بقى العجين متقطع كده وسايب. فأنا جبت كوباية دقيق من الدقيق العادي وضفتها على العجين عشان يمسك نفسه، وبعدين حطيت عليها شوية زيت وعجنت تاني لحد ما العجينة مسكت نفسها وتكونت عجينة جامدة اهو زي ما انتوا شايفين كده. ده العجين، يعني 3 كوبايات دقيق، كوبايتين دقيق الحبة الكاملة وكوباية دقيق من الدقيق العادي وكيس خميرة فورية، معلقة سكر ومعلقة ملح صغيرة وشوية مية دافية وتعجني. طبعا مش هينفع نحط فيها لبن في العجينة عشان اللبن مش تبع الطيبات. ماشي اهو اتعجنت العجينة حتى تلاحظوا ان لونها بقى افتح شوية، وبعدين غطيها بس تخلي العجينة تخينة، يعني ما تخليش العجينة سايبة كده وطرية. وغطيناها لمدة ربع ساعة، بعدين خمرت. في الوقت ده بقى جبت خرطت البصلة على النار ونزلت عليها بعد ما اصفرت باللحمة المفرومة، قلبتها شوية لحد اللحمة كده ما تتعصج. بعدين جبت قرن فلفل أصفر وقرن أخضر اللي هو الفلفل الألوان، وقطعتهم مكعبات صغيرة ونزلت عليه البصل بيهم وعلى اللحمة المفرومة، وتديهم التوابل بتاعتهم ملح وفلفل. ولو عايزة تحطي رشة جنزبيل أو رشة زعتر انت حرة، على حسب انت بتضيفي في البيتزا بتاعتك توابل أنا حطيت ملح وفلفل ورشة جنزبيل. تمام. ادي العجينة سبناها قد ربع ساعة أو نص ساعة، يعني انت لقيتيها حجمها الضعف في البولة، خلاص كده خمرت. لقيتيها لسه شوية، اصبري عليها شوية لحد ما تملى البولة. تمام. جبت الطاسات غسلتهم ودهنتهم دهنة سمنة، وقسمت العجينة في الطاستين زي ما انتوا شايفين كده، وافرديها في الطاسة ودهني وشها بشوية سمنة أو زيت. لو هتضيفي المكونات في نفس الوقت يعني عادي، لو هتسيبيها تخمر برضو قد 10 دقايق ماشي. اهو بعد ما حطيتها وسويتها نزلت عليها باللحمة المفرومة اهي، والخلطة بتاعت البيتزا، لحمة مفرومة، بصل، ملح، فلفل، فصين توم مفرومين، والفلفل الألوان. تمام يا حبايبي، زي ما انتوا شايفين كده بتبقى ريحتها وهي على النار تحفة. بس ما دهناش طبعا صلصة في البيتزا، محطيناش صلصة. تمام يا حبايبي، وزعي عليها الخلطة كده، وبعد ما تفرديها كويس هتجيبي الجبنة المبشورة
اللي هي جبنة رومي أو جبنة موتزاريلا، وتنزلي عليها بالجبنة، وبعدين تدخليها الفرن وتسيبيها في الفرن قد تلت ساعة أو ربع ساعة. ارفعي كده من الجنب تلاقيها احمرت جوانبها في الفرن، خلاص هي تبقى كده استوت، لأن كل المكونات تقريبا مستوية. بصي في الجنب كده تلاقيها احمرت زي ما انت شايفة كده، تروحي ايه مخرجاها من الفرن. ممكن تحط كمان الجبنة بعد ما هي تحمر، عشان الجبنة ما تنشفش على الوش وتشد أو تجلد. تستني لحد ما البيتزا ترتفع حجمها في الفرن وتحمر، انزلي عليها بالجبن وسيبيها قد 5 دقايق تاني الجبنة تسيح، تطفي عليها الفرن بقى وتخرجيها. شايفين شكلها عامل ازاي؟ ده شكلها بعد ما خرجت من الفرن، وتسيبيها قد ربع ساعة كده تبرد وتهدى عشان تعرفي تقطعيها. شايفين حجمها يا بنات؟ شايفين حجمها حوالي 4 سنتي ازاي؟ انا عارفة في ناس كتير ما بتحبش البيتزا حجمها عالي، بس احنا بنعملها هي من الخميرة بتنفش وبتبقى كده، وبيبقى طعمها جميل كأنك بتاكلي سندوتش مش بيتزا. تمام يا حبايبي، ده شكلها بعد ما خرجت من الفرن وبردت قبل ما نقطعها. تمام، شكل الجبنة عليها. وما تنسوش الاشتراك في قناتي بنت العمدة أم يوسف، ولايك حلو منكم للفيديو، وتعليق جميل علشان يرفع لي الفيديو. وبألف هنا وشفا على قلبكم يا حبايبي، والكل اللي داق منها وكل منها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم.